السلام عليكم. بما انكم بقى حبيتوا الحلا البارد السريع، حلا رمضاني كيتو دايت لو كارب مرضى السكري، هنعمل حلا الفراولة البارد المنعش، طبعا رمضاني بامتياز وكيتو دايت لو كارب مرضى السكري، وسهل جدا وسريع. تقدروا تقولوا عليه حلا تشيز كيك الفراولة او تشيز، يعني حلا تشيز كيك الفراولة، حلا جيلي الفراولة، جيلي تشيز كيك الفراولة، براحتكم خالص. كله يعني هو عبارة عن يعتبر جيلي مع نكهة التشيز كيك جدا جدا. عشان نشوف هنعمله ازاي بنكهة التشيز كيك. انا عندي فراولة مجمدة، خدت منها حوالي كده كاستين من او كاسين من الفراولة المجمدة، عليهم 4 معالق كبيرة من سكر الزيليتول. تقدروا تستخدموا اي نوع سكر والكمية بتاعته حسب الحالة بتاعه. عندي كمان كوب من الكريمة، سواء كريمة خفق أو طبخ أو حليب جوز هند أو حليب كامل الدسم أو حليب على قشطة، حليب على كريمة براحتكم. أنا زدت عشان ياخد نكهة التشيز، زدت معلقتين كبار أو يعني تقريبا كده مثلا تلت كوب أو نص كوب من اللبنة التركي. ممكن تستبدلوها بجبنة جبنة كريمي، أو أصلا ممكن تستغنوا عن الخطوة دي خالص لو انتوا عايزين حلا فراولة بس، أو ممكن تحطوا زبادي، يعني كلها نفس البدايل. تمام. ضربتهم كويس جدا. طبعا الفراولة مجمدة عشان كده الخليط تقيل جدا جدا. وهشوف ايه الغلطة اللي انا عملتها، او هنشوف ايه الخطوة الغلط عشان اوريكم اهو. هنصلحها مع بعض، لانه اصلا حل الجيلاتين او اللي بيتعمل بالجيلاتين ده من اسهل الحل اللي ممكن تعملوه. فدايما الاخطاء اللي انتوا بتقولوها لي غريبة شوية. فخلينا كده نقول. بصوا يا جماعة، اول خطوة هتلاقوا دايما مع اكياس الجيلاتين هيقولك الكيس ده بيجمد قد ايه. فانا عندي الكيس 10 جرام بيجمد تقريبا 500 ملي. فانا عايزة وانتوا شايفين زي ما انتوا شايفين كده البولة بتاعتي تقريبا يعني تقريبا لتر، تمام، او 1000 ملي. طيب، فانا هحتاج معنى كده 20 جرام او كيسين من الجيلاتين. بدوبهم في نص كوب او نص كاس من الماء المغلية. هفضل ادوب لحد ما يكون السائل شفاف خالص، حبوب الجيلاتين تختفي تماما والسائل يبقى شفاف. معنى كده ان هو جاهز. طيب، لو انا زدت الجيلاتين الخليط بتاع الفراولة بارد جدا جدا، وده انا كنت عارفاه، وعشان كده كان معايا الويسك على اساس ان انا هنزل الجيلاتين واخلطه بسرعة. ولكن بما انه بارد تقريبا مثلج، فالجيلاتين نزل على طول كلكع معايا وتماسك في ثواني. تمام. مش المفروض ان يكون الميكس اللي انا بعمله او الخليط يكون بارد قوي. ممكن يكون عادي في حرارة الغرفة او بارد شوية صغيرين، بس مش بارد مثلج يعني. تمام. طيب، فانا عملت ايه؟ رجعته على طول في الكسرولة اللي انا بعملها، ودفيته شوية بالجيلاتين زي ما هو كده، ورجع فك تاني يعني في دقيقتين بالظبط. يعني انا سبت لكم كل الخطوات عشان تعرفوا قد ايه هو سهل، وقد ايه ان هو اخطائه سهلة جدا. الجيلاتين بس عايز وسط دافي عشان يدوب مغلي، وهو ممكن يدوب في اي بعد كده. بما ان انا خففته زي بالظبط ما بنعمل الجيلي، ما بين ميكس ما بين السخن والساقع، او ميه عاديه وميه سخنه. الجيلي العادي الفراوله والحاجات اللي احنا كنا بنجيبها دي. تمام. فانا رجعته خالص، دوبته بس كده بالويسك في الحله، ورجعته تاني عبى تقريبا، او عندنا تقريبا 4 كاسات كبيره من الجيلي، او من التشيز كيك الفراوله، او من جيلي تشيز كيك الفراوله يعني بقى، او حلى الفراوله. عندي بقى واحدة فراولاية كده، قلت ازينها بعد ما جمت. خدت تقريبا ساعتين في التلاجة. وبصوا يا جماعة شكله وقوامه كريمي تحفة جدا جدا، متماسك لأبعد الحدود. بالغلطة اللي أنا عملتها بإن أنا تداركتها ببساطة، لأنه أصلا الجيلاتين ده حالة الكسلانين، يعني ده حالة الناس اللي مش عايز تعمل أي حاجة خلاص. طيب، هناخد منه، هنعمل كمان لسه أطعمة جاية جديدة سهلة قوي، وأنا عارفة إن انتوا هتعتمدوه في رمضان، عشان كده بكتر من الحاجة السهلة ده. تعملوه مع الفطار وتستهلكوه بعد الفطار بكل بساطة. جربوا الحلى بتاعنا. تقدروا تزينوه كمان بمربى الفراولة اللي احنا عملناها في وصفات قبل كده، أو بصوص الفراولة. وأشوفكم على خير في وصفة جديدة قادمة إن شاء الله.